اخبرني يا سيد أبو الهول، هل الأهرامات تبدو أجمل في الماضي؟ أم في شاشاتنا عالية الدقة؟ أنا الذي شاهدت قيام الإمبراطوريزات وسقوطها. يا إلهي، ظننتها روبوتاً. هل هي إنسانة حقيقية؟ هل كنت تتوقع أن أكون مصنوعة من الحديد؟ لماذا تحدق بي دائماً هكذا؟ كأنني مخلوق غريب. لأنك غريبة يا فتاة، شعر أزرق، عيون خضراء، أنت عرض ضوئي. هذا هو أسلوبي المستقبلي يا عمي. نحن في عام 2190 وليس في الجيزة القديمة. وهل هناك جمال بدون غبار الجيزة؟ في عام 2190 حتى الضحكات مؤتمتة. مستقبل حزين بالفعل. لقد رأى التكنولوجيا، البيانات، الأضواء. لم يفكروا أبداً في البحث عن نبض. ماذا حدث لك يا ليومة؟ هل هذه الترقيات تفشل؟ ما الأمر يا فتاة؟ هل انقطع اتصالك؟ يبدو أن نظامك قد تعطل. لم أتعطل يا عمي. أنا لست روبوتاً كما ظننت. لست روبوتاً؟ أنا إنسانة. مع بعض. تحسينات الذكاء الاصطناعي. إذن أنت نصف إنساني ونصف حاسوب، مثل وجبة نصف مأكولة. وهل كني إنسانة يجعلني أقل قدرة؟ لا، لكنني ظننت أننا سنعيد تشغيلك، وليس أن نحضر لك كوباً من العصير. ولكن ألا تشعر أن التكنولوجيا قربتنا من بعضنا البعض؟ لقد قربت الصور يا فتاة، لكنها أبعدت القلوب. لكنها تساعدنا على أن نعيش اللحظة. اللحظة هي ما فقدناه. العيش الحقيقي هو الضحك بين الآلات. عمي أبو الهول، أعتقد أنك معجب بي. أنت فقط لا تريد الاعتراف بذلك. أنا معجب بالذكاء الذي يضحكني، وليس الذكاء الذي يبرمجني. عشت اللحظة. عشتها بطريقتك.